السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة تومية سورية مظبوطة جدا جدا. تومية زي بتاعت السوريين اللي هم اصل التومية، بطريقة سهلة قوي قوي قوي، بمكونات عندنا كلنا في البيت، ومن غير مايونيز ولا اي افتكاسات بقى من دي. الطريقة دي انا واخداها من واحدة صاحبتي سورية، كانت موجودة معايا في الامارات. طريقتها سهلة جدا 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 وبسيطة قوي قوي قوي، وزي بتاعت المحلات فعلا بالظبط اللي بتيجي مع السندوتشات. كريمي قوي، هادية جدا، طعمها خطير، حاجة كده تحفة ومن الاخر. هنشوف عملناها ازاي مع بعض وبدون اي افتكاسات خالص. شايفين القوام الكريمي ده؟ نشوف وصلنا له ازاي. يلا نبدأ ونشوف معانا ايه. اول حاجة معايا كده طاسة على النار او حلة على النار، هنزل فيها بقى بكوبايتين مية عادية خالص من الحنفية، وخمس فصوص توم كده، وكمان كوباية نشا. وهدوب الكلام ده كله كده مع بعضه، هدوبهم كده كويس قوي على البارد، وبعد كده هولع البوتاجاز بتاعي وهنقلها على النار. يبقى كوبايتين ميه معاهم خمس فصوص توم ومعاهم كوبايه نشا، هدوبهم كويس قوي قوي مع بعض بقى على نار هاديه كده. تفضلي تقلبي فيها كده علشان ما تكلكعش معاكي كده وتخرز. تفضلي تقلبي 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 لحد ما تحسي خلاص ان هي بدأت بقى تتلم معاكي كده وتتقل. هتشوفوها دلوقتي. مرضتش اسرع الفيديو اكتر من كده علشان تعرفوا ان انا على طول ايدي فيها طول ما هي على النار، واوريكم كمان وهي بتتقل اهي. شايفين بدأت تتقل، بدأت تلم على بعضها، تبقى عاملة زي المهلبية شوية كده اهي. ما شاء الله خلاص كده لمت معايا بقى. هرفعها كده من على النار واسيبها تبرد خالص على ما نجهز بقية المكونات. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ في ناس ما بتحطش التوم في الطريقه في الخطوه دي، في ناس بتحطه على طول في الخلاط او بتحطه كمان يكون مهروس. انا بحب قوي احطه في الخطوه دي، بيدي ريحه جميله جدا جدا. خلاص بقى هنا عندي النشا بتاعتي بردت، نزلت بيها بقى في الخلاط بتاعي في شفشق الخلاط. هنزل بقى بعصير ليمونتين كبار، ومعايا نص كوبايه زيت، وربع معلقه ملح. الملح طبعا حسب طلبك انتي، ظبطي ملحك براحتك. كوبايه زبادي، معلقتين خل، بس كده. هي دي المكونات اللي معايا. هاخد بقى الحاجات دي كلها كده واضربها في الخلاط كويس جدا جدا لحد ما تبقى معايا كريمي. خلي بالك احنا معانا كل حاجه يعني سايله كده وكريمي، بس الثوم صوص زي ما هو، فهنحاول ان احنا نضربها كويس اوي كام ضربه كده لحد ما الثوم بتاعي ينعم، وتلاقوا بقى التوميه بتاعتكم تحفه وكريمي زي ما انتم شايفين كده، وفيها اللمعه التحفه الجميله دي. ريحتها وطعمها اقسم بالله يا بنات تحفه. خلاص كده ده القوام المطلوب اللي احنا عاوزينه. اجيب بقى بوله فاضيه كده وابدا انزل بقى التوميه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. قوامها تحفه تحفه تحفه، ولا هي بقى تقيله قوي قوي كده تزهق، ولا خفيفه قوي ميه. قوامها جميل جدا 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 والله العظيم. طعمها خطير خطير خطير، والله والله ما تفرق اي حاجة عن بتاعة المحلات السوري بالظبط، لان اصلا الطريقة دي انا معتمداها من زمان بالطريقة السورية، والسوريين هم اللي قايلين لي عليها. والناجحة مليون في المية، وهتنجح معاكي من اول مرة، وما عدتش تشتريها ابدا ابدا من بره. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا الفيديو بقى. في رعاية الله، السلام عليكم.